سؤال صغير قد كده اهو. هي ليه الدول العربية خايفة من إيران وعايزة تهدها؟ نفسي أفهم بس عشان يعني السؤال ده محيرني. هل عشان هم قبيلة غير القبائل يعني، وسايبينها للتهلكة، وسايبينها لأعداء الدين، لأعداء الله ورسوله؟ طب هم فيهم اللي بيقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، بيقولوا كده، مش كده ولا إيه؟ ده الجار أولى من الشفعة حتى لو كان ملته إيه. هنسيب الدولة دي تروح في مهب الريح زي ما العراق راحت وسوريا راحت وليبيا راحت واليمن راحت والسودان راحت؟ يا ناس اتقوا الله يجعل لكم مخرجا. وكلامي للإيرانيين ذاتهم، اوعوا تخربوا بلادكوا لو انتوا خربتوها بايديكوا مش هتقوم تاني. على الاقل في المرحلة دي لو انتوا عايزين تغيروا بلاش تغيروا لما تكون الاوضاع سكنت ومفيش حواليكوا وباء. اما دلوقتي حواليكوا وباء ومشاكل كتير، وانتوا من جوه طبعا في اعداء البلد من جوه بيسخنوا الحكايات والروايات والقصص دي. بلاش في الوقت ده لو عايز تغيير تغير، كل وقت وليه أذان. يا إيراني يا فارسي، كل وقت وليه أذان. هتروح في مهب الريح ومش هيقوم لكم قومة تاني لو فضلتوا على ما انتوا عليه. احنا ما عندناش اختلاف مع حد وما احناش بنكره حد. احنا بنحب كل البشرية انها تعيش في امن وامان زينا، زي ما احنا عايشين في امن وامان. بنطلب من الله عز وجل ان تعيش كل البشرية في الامن والامان. اما الناس اللي بتدور على الخراب دول في جهنم وبئس المصير، لان ربنا ما قالش خراب، ربنا قال عمار. عمار عمار يا ايرانيين. وخدوا بالكم من نفسيكوا كويس قوي. كلامي لإيران وأهل إيران إن ربنا يصلح الأحوال عندكم إن شاء الله.